ريال مدريد ينهزم أمام مانشستر سيتي بهدف إلا هدف، خسارة موجعة لكنها كانت متوقعة بسبب غياب اسم واحد فقط، كيليان مبابي اللي كان يشيل الفريق هذا الموسم على كتفه، كان جالس على الدكة ويتابع، وألونسو اختار المبدأ، أخسر المباراة ولا أخسر لاعب، ولكن رغم ذلك الريال اليوم ما كان سيء، تقدم وضغط وحاول، لكن السيتي قلب النتيجة. وبعدها ريال مدريد غلب في تبديلات كثيرة ما غيرت أي شيء، لأن الأساسيين ببساطة مصابين، إصابات بالجملة ضاربت جسم الفريق. نعم، ورغم أن الريال خسر 3 نقاط في الأبطال وخسر قبلها 3 نقاط في الدوري، لكن لولا كورتوا لكانت النتيجة أكبر بكثير في هذه المباراة وفي العديد من المباريات السابقة في هذا الموسم. الحارس هذا الموسم هو خط الدفاع الأول لريال مدريد والأخير. مباراة كانت دورية نارية، مجهود هائل من الطرفين، لكن ريال مدريد افتقد أهم عنصر، القناص اللي ينهي الهجمة مبابي. اليوم كانت مباراة الفرصة الأخيرة لألونسو، وفشل تدريب ريال مدريد غير ليفركوزن. وحتى لو كنت ابن النادي، الضغط هنا غير من الجماهير ومن اللاعبين. وفي نهاية المقطع، إذا أعجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل لأول 1000 مشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.